بيعلموا الروم انه عندكم الاسلحه كان بيجيبوا قبيلتكم تماما مثل ما صار بالعراق. فهذا عمليه ما بدي اقول اسقاط، بس في التخاطر الدرامي. نفتعل ببعضنا بعدين بنعلق على الشمعدين الامريكي الصهيوني طبعا ومنلومه وبنقول انه الخطا على عتبه ابوابهم هن ونحن ابرياء لا اخطائنا، هي اخطائنا بالاساس، هي اخطائنا من لما بدت من 48 لما قالوا لك ماكو سلاح عغاتي من لا هلا نحن اخطائنا، هي وعم نعلقها على شماعه الاخرين، بس الاخرين مستفيدين من هذا الوضع. وانا بتمنى احيانا بقول يا ريت ما طلع لنا نفط، اقسم بالله لحتى ما يهتم العالم بهذا الموضوع، بس رغم ذلك رح يهتم، لانه الغرب الحرب على المشرق من الغرب ما كانت حرب ضد الاسلام ولا بعمرها كانت ضد الاسلام، والحمله الصليبيه الاولى كانت ضد الكرسي الانطاكي ودمروا الكرسي الانطاكي. هذا لازم نعرفه، ولازم نعرف اكثر كمان انه حتى الحاله الارثوذكسيه هي الحاله المستقيمه الراي اللي كانت في المنطقه دمروها عبر القسطنطينيه، دمروها بالكرسي الانطاكي وقعوا القسطنطينيه، ودمروها بالاتحاد السوفيتي، لانه حتى في كنيسه القيامه هناك غرفه موجوده، غرفه الكنيسه الروسيه اللي كنا احيانا نستمد قوه لانه ضعفت حالتنا هون. مثل ما هلا بيجي بيقول لك رامسفيلد انه يا اخي الارهاب بالعراق واسلحه دمار شامل، نفسه قالها عن الاتحاد السوفيتي لما نيكسون راح ب 82 وبنى معاهده مثل بيقولوا حد من التوسع في حد التسلح مع روسيا. ما عجبه هذا الموقف هو بول وولفيتس، وطلعوا بما يسمى انه لا في اسلحه غير عاديه وجرثوميه وبتخوف الاتحاد السوفيتي مشان يرجعوا للحرب البارده يستفيدوا منها، والان نفس الحاله هي فايتين فيها وهي حاله البعبع. ولما بيقول لك والله حاله هذا التعصب الديني الاعمى الاسلامي، لا مش صحيح، مو صحيح. بديك تطلع مع السبت كثير انا تعرف. بديك تطلع على هالدائره اللي دورتها كثير فت بالحال. شو حبيبي؟ هيدا الحلزون اللي هون